بكل صراحه. بصح انا باش نرمي وليدي نهار كان هو انا صارت لنا مشاكل في المدرسه انه تلاميذ داروا امور يعني لا تقال. واحده من افراد الاسره التربويه ما لاحظته، راني نقول لكم دوكا راني شويه لغه وما شويه حنا ليكول قديمه شويه بيلانغ معليش. المهم اوصلوا الفكره. تاثير الهاتف بصفه عامه على الاطفال، يعني والله بكل صراحه ماشي الاطفال، حتى حنا الخلايا تاعنا الخلايا خلاص في المخ ولات فنيانه، ولات باريسوز، ما وليناش نخدموها. هذا اولا. وثانيا الطفل دوكا شوف نقولوش حنايا دوك الهاتف الذكي يعني سلاح قاتل ولا يعني سلاح ذو حدين، وما كاش حاجه في المجتمع ماهيش سلاح ذو حدين. اكيد وحنا لازم احنا كاولياء ولا كاشخاص راشدين نعرفوا انه هذا الشيء راح يضر، والمضرات تاعو حنا نعرفوها، عندنا بعد نظر كمان اوني ادولت ماشي كيما الصغير. ولو وبعض الاولياء الراشدين متعلمين ما شاء الله ويغلطوا. كيف يغلط؟ انا ما لاحظته، ماشي ما نقولش في المدرسه، ما لاحظته. الام مثلا في البيت الولد الصغير يبكي تعطي له هاتف، سكتوا. هذا واش يدير؟ واش يؤدي فيه؟ عبال كاين اشياء كبيره. واش راح يصرى؟ يوصل داك التلميذ يدير عالم تاعو، عالم وحده نقدر نقول افتراضي، ولا ويكون السلبيه الاولى انه هذا الطفل يكون عنده توحد. هذا اللي حنا دوكا في المدرسه الجزائريه رانا نعانيو منه ما تقدرش تصور الى اي درجه. حتى ولاو دوكا في اليوتيوب يبعثوا لك، شوف طفل صغير تعطي له دراهم ما يشدهمش، تعطي له بورتابل هاتف ذكي يشدو. انا نقول يعني يفو بكل صراحه. بصح انا باش نرمي وليدي نهار كان هو انا صارت لنا مشاكل في المدرسه انه تلاميذ داروا امور يعني لا تقال. انا كي جات وليه التلميذ قلت لها مدام من فضلك عندك تلفزيون في البيت؟ قالت لي بواحد الطريقه وي مدام في كل بيت عندنا. وانا عندي على باليش انا حنقول، على بالك ما نقدرش دوكا يا دي تابو ولا ما عنديش حق نحكي واش قال هذاك الطفل واش دار. ما تقدرش تصور واش دار في المدرسه. الام كانت فرحانه وليدي عنده تليفون. هذا دوكا انا مانيش نقول كاين الامهات، كاين فئه اللي ترمي وليدها تعطي له الهاتف ما على بالهاش واش يشوف. ما كاش مراقبه خلاص. ومن بعد شكون يعاني؟ المجتمع. وين يبدا هذه المعاناه؟ يبدا من الاطفال، باسكو كلش في الطفل يكذب عليك. الطفل هو القاعده. زمان في التعليم الاساسي كانوا يقولوا المدرسه هي نواه بناء الاسره، نواه بناء المجتمع. لا دوكا كلش من البيت، الاسره طبعا والطفل. كيفاش انت كيفاش تربي يدك.